عبد الرحمن المهدي ولد بالبقعة مدينة أم درمان بعد وفاة والده الإمام محمد أحمد المهدي ببضع أسابيع، وذلك غرة شوال 1302 للهجرة الموافق 25 يونيو 1885 للميلاد. عاش طفولة عادية وتعرض مع إخوته لمشقة العيش، وكانت الحياة في البقعة عبارة عن تعبئة جهادية متواصلة. تعلم القرآن وحفظه في خلوة الإمام المهدي في السادسة من عمره، وأتم حفظ القرآن وتخرج من الخلوة وهو دون 11 من العمر. بعد واقعة كرري حيث استشهد من استشهد وتفرقت الأسرة، توجه السيد عبد الرحمن ومعه بقية ابناء المهدي الصغار وأهله من النساء والأطفال توجهوا إلى حلة عبد العزيز بالقرب من المسلمية في ولاية الجزيرة، وكانوا يقتاتون من ورق الشجر ونبات الخلا، ثم شرعوا في زراعة قوتهم بأرض مجاورة. تم تحديد إقامته في الشكابة وجزيرة الفيل لمدة 9 سنوات مع والدته وما بقي من أسرة والده وأسرة الخليفة الشريف، وتولى السيد عبد الرحمن قيادة الأسرة وكان وقتها لم يبلغ من العمر 20 عاما. طلب السيد عبد الرحمن أن تمنحه الحكومة أرضا للزراعة عام 1906 للميلاد، وحتى تلهيه الحكومة قررت منحه قطعة كبيرة مليئة بالأشجار على أن يلتزم بنظافتها ويقوم بزراعتها لمدة 5 سنوات. إذا نجح في زراعتها وتعميرها ستمنح له وتسجل باسمه حسب قانون التعمير آنذاك، وقد نجح السيد عبد الرحمن في زراعتها وسجلت الأرض باسمه، وبعد ذلك أعطاها للأنصار لزراعتها دون مقابل. خلال فترة الحرب العالمية الأولى 1914-1918 بزغ نجم الإمام عبد الرحمن المهدي كزعيم وسياسي ورجل مال واقتصاد، وبعد نهاية الحرب كان ضمن الوفد الذي سافر إلى بريطانيا بقيادة السيد علي المرغني عام 1919 للميلاد، فكان أصغر أعضاء الوفد سنا. حينها أهدى الملك جورج الخامس سيف والده، رامزا إلى أنه هجر الجهاد بالسيف الذي دعا له والده، وقد التزم في خطته لنيل الاستقلال الوسائل المدنية. ذلك التصرف نال النقد من الكثيرين الذين كانوا يحبذون مواجهة الاستعمار بالقوة، ووصل إلى حد رميه بالعمالة للإنجليز. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عمل بفعالية ونشاط في تطوير أعماله ومشروعاته الزراعية، مما وفر له عائدا ماليا مجزيا استخدمه في دعم الحركة الاستقلالية والمناداة باستقلال السودان. ولعب دورا بارزا في حركة مؤتمر الخريجين. التف حوله مجموعة من الخريجين والمثقفين، كان يدفعهم نحو مطلب الاستقلال التام، وكان من أكثر المتحمسين للتعليم بشقيه الديني والنظامي، فأسس صحيفة حضارة السودان وصحيفة النيل، وأسس حزب الأمة الذي كان شعاره السودان للسودانيين، كما أنشأ دائرة المهدي الاقتصادية والتي ظلت تقود العمل الاقتصادي والزراعي والتجاري، فكانت مثالا للتنظيم الإداري.
ظل السيد عبد الرحمن يعمل بكل ما أوتي من قوة وحنكة في سبيل المبادئ التي آمن بها وعمل بها طوال حياته، وقد كللت جهوده بالنجاح عندما التقى مع الجناح الآخر في الحياة السياسية السودانية وقال قولته الشهيرة: لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب، لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب، ديننا الإسلام وطن السودان. وتم إعلان استقلال البلاد في العام 1956 للميلاد من داخل البرلمان، فتحققت للسيد عبد الرحمن المهدي أعز أمنياته. عشانك أنا يا بلد يا نيل يا ليل يا نيل يا ليل يا ليل يا نيل يا ليل يا نيل يا ليل يا سمح يا زين يا بلدي يا حبوب. ونحن العمال ماسكنا بطريقة أخوية وطريقة ممتازة جدا جدا. سيد الجميع ما جا قاعد في كرسي مع العمال، بقعد في الأرض تحت، بقعد في الأرض ويتونس معانا. إذا لقينا عندنا بليلة بدخل إيده فيها. عشانك بكت الريح، عشانك فؤادي جريح، عشانك أنا مكتوب، عشانك أنا مكتوب وبموت معاك مكتوب. لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب، ديننا إسلام وطن السودان. طيب الشعار ده معناته شنو؟ إذا أردنا الدين نلقاه في الشعار ده، ديننا الإسلام موجود في هذا الشعار. إذا أردنا الوطن بالاسم وطن السودان، بالاسم الإمام عبد الرحمن ذكر وطن السودان. طيب إذا أردنا التوحد، التوحد بمعنى إحنا كأمة سودانية واحدة، لا أحزاب، لا أحزاب. إحنا يا أبنائي جدكم الإمام عبد الرحمن يعني كان رجل نظرته بعيدة وفكره كان ثاقب، كان يعلم تماما أن الأحزاب دي هي سبب من أسباب الفرقة وسبب من أسباب الشتات. عشان كده نفاها. تحدث عن الشيع بمعنى المبادئ اللي حمل الإسلام ولكن تفرقت بين الناس، شيعة سنة، شيعة سنة، بقى في خلاف بين الناس بسبب الفكر الإسلامي واحد والدين واحد، ودين الله سبحانه وتعالى أرسل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دين واحد وبني على 5 ما فيها زيادة. طيب لكن تفرق هذا الدين، تفرق ما بين الشيعة. طيب لا طوائف، لا طوائف برضه تعني التوحد الديني عندنا هنا في السودان. احنا دلوقتي في السودان ختمية، أنصار، مكاشية. صحيح احنا كلنا مسلمين، وصحيح دي مشايختنا ونحن بنحترمهم وبنحبهم لأنه هم اللي نشروا الدين وهم اللي نشروا الإسلام وهم اللي علموا الناس القرآن، ولكن احنا عايزين نبقى يد واحدة كما أراد الإمام عبد الرحمن. يعني هو كفانا مونتين احنا نتحدث عنه كثير بالشعار ده، لأنه الشعار ده زي ما قلت لكم يا أولادي، إذا درتوا الوطن موجود في الشعار ده، وإذا درتوا الدين موجود في الشعار ده، وإذا درتوا التوحد موجود في الشعار ده، وإذا درتوا نبذ الغبلية والطائفية وده كله موجود في هذا الشعار. والشعار ده ما كلمات بتتقال بس، الشعار ده إحساس. لابد أنتم في دواخلكم يكون عندكم الشعور بأنه الكلام اللي اتقال ده ما اتقال ساكت، الكلام ده مبني على كفاح، مبني على عرق، مبني على دم، مبني على سنين طويلة من المعاناة. لابد أن نتمسك بالشعار ده ونحس به في دواخلنا وننفذه في حياتنا ونعيش من أجله، لأنه هؤلاء الرجال على رأسهم الإمام عبد الرحمن المهدي وعلى رأسهم جدودكم كانوا أزرعوا اليمن كلهم، ويكفوا معاه وقفة رجل واحد ومعاه الأنصار، كل الأنصار
كل الأنصار يكونوا مع وقفة رجل واحد، ولولاهم لما كان هذا المجد ولما كان هذا السودان. جيش الإمام المهدي كان فيه كل أفراد الشعب السوداني بكل قبائلهم، ما كان فيه أي عداوات، ما كان فيه أي قبيلة نفرت من هذا الشيء ولا نفرت من هذا الجهاد. نفس الشيء الإمام عبد الرحمن لما جمع الناس مرة أخرى جمعهم على هذا الأساس. ما كان ممكن يحارب بسلاح، لأن كرري كان ثمنها كبير وكانت كارثة وكان الموت فيها كثير والناس اللي استشهدوا كثيرين. ما كان ممكن بالغلة البسيطة وبالسلاح البسيط البدائي يقدر الإمام عبد الرحمن يخش في معركة أو في حرب، فاختار الجهاد المدني. الجهاد المدني معناته شنو؟ الجهاد المدني بالكلام، بالسياسة، يطلب حق السودان بالسياسة ويهادن، حتى إذا اضطر للمهادنة يهادن، لأنه عنده هدف أسمى هو السودان، هو استغلال السودان. فعليكم أنتم تتمسكوا بهذا الشعار، مش ككلمات، يعني أنتم هذا الشعار تنزلوه في حياتكم اليومية، تنزلوه في علاقاتكم. يعني احنا هسه الليلة بننبذ الحزبية كما شاء جدنا أو كما شاء العقل والموضوعية. نحن بننفذ الطائفية كما شاء جدنا أو كما شاءت الموضوعية وشاء الإسلام. فنحن علينا أن الأشياء دي كلها ننزلها في حياتنا ونتعظ بها وننشرها بين الناس، لأنها دي قيم يا أبنائي، قيم جميلة وقيم عظيمة. والناس يعني ما قالت كلمات، الناس دفعتها ثمن دم وعرق وصحة ومال ووقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء يعني جزء من حياتنا وجزء من تاريخنا وجزء من حياتنا اليومية اللي بنعيشها. انتوا لسه أولاد صغار، شباب راجيكم مستقبل كبير. السودان دائما لا يزال محتاج وسيظل محتاج لكم وإلى الأبد. فنحن خلاص يعني وصلنا الحتة بتاعتنا اللي ما بنقدر عطانا بقل، ما في غير ان احنا نحملكم الكلمات الطيبة دي ونوريكم ليها ونعلمكم ليها ونشرح لكم معانيها. عليكم انتم تنفذوها وتنزلوها في حياتكم اليومية، في علاقاتكم مع اصحابكم. يعني انت الليلة ما بترفض صاحبك لانه ما في حزبك، وما بترفض صاحبك لانه ما من طائفتك او ما من جماعتك الدينية. فيجب ان يكون سلوكنا كما قال الإمام عبد الرحمن. انتقل إلى جوار ربه في 24 مارس من عام 1959 للميلاد، ودفن جثمانه الطاهر بقبة الإمام محمد أحمد المهدي بأم درمان. الله أكبر ولله الحمد. وجيب صوتي